النبوة نرمز كمت النبو سرو نرمز كمت النبوة جا نرمز كمت النبوة جا سخرو نرمز كمت النبو نرمز كمت النبو تجد نرمز كمت النبو شفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم فيديو جديد. معانا رسيفر رافال 3 ساعات. الرسيفر ده هنبدأ نوصله باور مع بعض. مفيش أي بيانات بتظهر على الرسيفر، وسحبة الأمبير بتاعته زيرو. الرسيفر ما بيسحبش أي أمبير، الرسيفر ده فاصل باور. هنبدأ نفك الرسيفر كده ونشوف مشكلته ايه. الرسيفر ماسك بمسمارين بس. خد على الميكروسكوب يا عم، خليكم معايا، هيظبط التليفون على الميكروسكوب وارجع لكم تاني. هنبدأ على الميكروسكوب، وهنبدأ أول حاجة هنعملها هنوصل كابل ال 12 بتاعي. أنا عندي هنا مدخل الباور، وعندي هنا اي سي عفوا، عندي هنا اي سي خفض الجهد، اي سي ستيب داون، بياخد معايا ال 12 فولت. ثانية واحدة، احط عليه شوية بنزين بس عشان انضفه. بياخد معايا ال 12 فولت ويطلع معايا 5 فولت على الكويل ده او على الملف ده. هنبدأ نرفع الفولت من عليه اول حاجة، نروح على الملف بتاعنا ال 5 فولت، 0 فولت معانا، معنى كده ان مفيش 5 فولت طالعه معايا من الاي سي. هنبدأ نشوف ال 12 فولت اللي داخله للاي سي. على الناحية دي كده، هنا مفيش عندي 12 فولت، معنى كده ان الاي سي مش واصله 12 فولت. هنبدأ نكحت التراك عشان نتأكد. هنا برضو مفيش 12 فولت، معنى ان مفيش 12 فولت ان ال 12 فولت مش داخله معانا اصلا للاي سي. لا، ثانية واحدة، ركز كده معايا. اسفين، كان نفسنا نعمل فيديو مهم، بس يلا كده خير. شايفين الشرخ؟ لو بصينا هنا على مدخل بين ال 12 فولت هنكتشف شرخ معانا في اللحام ده، عامل معانا تهريب في ال 12 فولت. ده عامل معانا تهريب في ال 12 فولت. هنبدأ نحاول نفك الريسيفر ونلحم المدخل ده من تحت. انا كان نفسي نعمل لكم فيديو كويس مفيد، بس هي معلومة بسيطة برضو، اي حد مبتدئ ولا حاجة ممكن يفهم منها لو جاله عطل زي ده. لعل وعسى حد يستفاد من المعلومة دي. هنبدأ نفك المسامير بتاعت الريسيفر اللي مثبتها معانا البوردة. الفيديو ده مش هيفيدك كتير الا لو كنت مبتدئ في الصيانة. هنبدأ ندخل على مدخل 12 فولت. ده هنا مدخل 12 فولت. هنا عندي اللحام سليم من هنا زي ما احنا شايفين، ظاهريا سليم، لكن اللحام فيه شرخ. هنبدأ نزود لحام على مدخل بين ال 12 او مدخل الباور بتاع الريسيفر، ونشوف يا ترى الريسيفر هيشتغل معانا ولا في مشكلة تانية غير المشكلة دي. هنبدأ ندخل. طبعا دي المكوة الجديدة، لحمنا البن ده، وهنبدأ برضه نلحم البن التاني. هيتفضل لي بن واحد، ده وده. تعالى لي هنا يا عم.
كده احنا اتأكدنا ان احنا لحمنا ال3 بين ال 12 والارضي. هنروح للبوردة من الناحية التانية زي ما احنا شايفين هنا كده. اكدت على اللحام بتاعي كويس، خليت اليصدير بتاعي يعدي ويمر من خلال طبقات البوردة ويوصل للناحية التانية زي ما احنا شايفين هنا كده. هنبدأ نعمل عملية اختبار مع بعض. تعالى لي هنا يا عمرو كده بالموبايل. هنبدأ نوصل الريسيفر باور وبسم الله الرحمن الرحيم. انزل بالموبايل تحت يا عمرو، اظبط نفسك. هنبدأ نوصل موبايل الريسيفر باور شغال. انا سحب معايا هنا 20 ملي امبير، الريسيفر بدأ يحمل معايا ويفتح. هنبدأ نعمل اختبار للإشارة. الإشارة بتاعت الريسيفر شغالة نظامية جدا، مفيش أي مشكلة بتاعتنا، والريسيفر اشتغل. العطل بتاعنا سهل وبسيط. صور لي الميكروسكوب على الوضع ده كده وانت زي ما انت هنا. العطل بتاعي كان سهل وبسيط. انا معروف عندي فولتيات الريسيفر مدخل ال 12 او ال 12 فولت بيدخلوا معايا على المدخل ده. هنا بيعدي معايا هنا على الدايود ده، بيروح على مكثف. بعد كده الخط بيمشي معايا اهو زي ما احنا شايفين، يبدا يدخل على الاي سي. اي سي ده اي سي ستيب داون، بيخفض الفولت معايا من 12 فولت ل 5 فولت. هنا في الريسيفر ده بيخفضه ل 3.3. اللي بيتحكم في التخفيض بتاعه المقاومات دي. تمام؟ بيخفض لي في الريسيفر ده بما ان هو ريسيفر صيني وعالي عالي، بيخفض لي الفولت ل 3.3. يبدا الفولت يعدي على الملف ده، يبدا يتوجه معايا على ايه؟ على اللهم ذكرني ما نسيت، انا نسيت اسم القطعه اصلا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتوا فاكرين اسمها، انا هي راحت من بالي عموما. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي ما علينا. 3 تدخل من عندي من هنا، بيطلع لي 1.8 فولت في المنطقه دي. بعد كده الفولت بيطلع عندي هنا عشان يطلع لي فولت الاشاره. ال 12 فولت بتدخل معايا على الاي سي ده. الاي سي ده بيعمل لي ستيب اب، يعني بيرفع لي الفولت من 12 فولت ل 14 و18، يعني 14 فولت و19 فولت. يعني ده اي سي ستيب اب، بيرفع الفولت لفوق. وبيتحكم برضه فيه من خلال المقاومات دي. المقاومات دي بتاخد اوامر من المعالج ان الافقي او الراسي. فبما ان الفولت بيجي على مقاومه من دي فبيفتح له وبيطلع فولت عالي 18 فولت او فولت واطي منخفض 13 فولت. فيديو سهل وبسيط، اتمنى ان تكونوا استفدتم. الفيديو ده موجه للمبتدئ، ان انت ممكن يجي لك ريسيفر بالمنظر ده ما تلفش كتير. ابدا تتبع الباور بتاعك، اعرف الباور بيمشي منين وبيروح فين، هتوصل لحل المشكله. ما تنسوناش في لايك واشتراك وتعليق. شكرا.